طيب كلام فني ممتع زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم قبل الفاصل مع نجومنا الكبار اللي مشرفينا ومنورينا. كابتن اسماعيل يوسف، كابتن اسماعيل اهلا وسهلا بحضرتك، منور الدنيا. اهلا بيك يا ايمن. مرحبا. ايه الحمد لله كله زي الفل. الحمد لله. كابتن اسامه النبيه، كابتن اسامه اهلا وسهلا بحضرتك، منور الدنيا. الدنيا. اهلا ازيك عامل ايه؟ الحمد كله لله تمام الحمد لله تمام. كابتن امير عزمي مجاد، كابتن امير اهلا وسهلا بيك. ايوه مساء الفل يا ايمن. كله تمام الحمد لله يا رب دايما. ايه يا كابتن اسماعيل؟ كوره واحكامها. ايه ليه؟ والله انا من بدايه التشكيل انا عايز بس يعني اقول لمعتمد هو انا ذاكر المباراه النهارده كويس قوي واعتمد على نقطه القوه بتاعه نادي الزمالك في التحولات وفي تشكيله. يعني لما لعب 4-3 الثلاثه كانوا ثابتين. يعني في احمد فتوح وعبد الله وشحاته كانوا ثابتين، ولعب قدامهم ادم كايد هو اللي بيقابل رقم 6 عندهم بيضغط عليه، واثنين فراوده لبره. ايوه ممكن تيجي كره عكسيه. شيكوبانزا وعدي. شيكوبانزا وعدي. فهو قرا الجيم كويس ولعب على التحولات وجات لنا فرصتين. الشوط الاولاني كان ممكن يخلص فيه، يمكن الشوط الثاني زودنا في التحولات. في التحولات ضيعنا اكتر من فرصه والجيم يمشي 0-0 زي ما اراه ما يعتمد. ماشي. انما الاخطاء الفرديه هي اللي تسببت النهارده في الهدف، وانا مش متشائم على فكره. مش متشائم؟ لا، الفرقه النهارده عملت جيم كويس جدا. التغييرات كانت موفقه، التشكيل كان موفق. خطا الفردي ده وارد. قفل الجناب كويس جدا عن طريق عبد الله وعن طريق بنتايج وعن طريق فتوح عن طريق محمد اسماعيل. ما كانش في مشاكل بالنسبه لنا كخط دفاع. يعني حاجات ثوابت بس او حاجات عكسيه. واقف كويس، واقفين كويس جدا، واقف كويس وساب الاستحواذ لفرقه اتحاد العاصمه. ما كانش فيه خطوره تذكر، وكان حاطط في دماغه ان باتزيرا هينزل في التوقيت ده يقدر يعمل تحول، وده حصل فعلا. انما خطا فردي من حسام، مش عايزين برضو نذبح حسام، لان احنا لسه كنت بقول لامير 2019 كنا بنلاعب فرقه نهضه بركان ودخل فينا هدف في الدقيقه 89، نفس السيناريو كده يا اسامه. كلبا كوجو في اخر دقيقه من المباراه، وقدرنا ان احنا نعوض هنا ونكسب. انما انا شايف ان نادي الزمالك عمل جيم النهارده كويس، وفي استطاعته في وجود الجماهير العظيمه اللي هتبقى موجوده ان احنا نقدر نفوز بهذه البطوله. واضيف لك بقى على حته كمان، عشان ايه يأبى الزمالك الا يكون زمالك. يعني هو الزمالك لازم له سيناريوهات، بس لعل زي ما كابتن اسماعيل بيقول كده نشوف في القرايه بتاعه المشهد انه في 2019. والمناسبه في 2019 كان الكابتن اسماعيل يوسف كان موجود مشرف على الكره في نادي الزمالك. كان كابتن امير عزمي كان موجود مع كريستيان جروس، والزمالك فاز بالبطوله هنا لما لعب ركلات ترجيح من نقطه الجزاء. محمود علاء جاب جول من ضربه جزاء، والزمالك فاز بركلات الترجيح من نقطه الجزاء 3-3. في الكونفدراليه في 24 الزمالك برضه نفس الموقف، اتغلب من نهضه بركان 2-1 هناك، جه كسب هنا 1-0 بجول لاحمد حمدي. فلعله خير ان شاء الله باذن الله. كابتن اسامه، يعني عايز اقول لك انا بحيي وبشيد على اداء نادي الزمالك ومعتمد جمال. الحقيقه فعلا قرايه مباراه على اعلى مستوى. يعني لما جينا نقعد قدام التلفزيون او احنا جايين في السكه تيجانا قبل ما نتفرج على المباراه، كنا فاكرين ان المباراه دي او التشكيل هيكون 4-3-3. لما جينا قعدنا قدام الشاشه وقعدنا نتفرج لقينا ان معتمد يشتغل 4-3-1-2. ايوه الاثنين اللي هو عدي وشيكو بنزا. وقرايته للتحولات هو سرعات شيكو بنزا وشراسه عدي في التحولات الهجوميه مع حركه مميزه من ادم كايد اللي قدرنا نوصل مره واثنين في الشوط الاولاني. لكن كان عندنا مشكله بسيطه قوي قوي صغيره تداركناها الشوط الثاني، ان عدي وشيكو بنزا بيجوا من الخارج شويه، فانت بتبذل جهد في الوصول وبعدين بتبقى عندك عمليه انهاك في الفينش. يعني بيبقى عندك مشكله في الفينش بالظبط. غير لما الواحده السليمه زي ما تيجانا قال لك انه عنده بيزيرا هينزل في توقيت معين، الواحده السليمه اللي بيزيرا اشتغلها من العمق جبناها جون، لولا طبعا الاحداث والسيناريو اللي انت شفته. لكن انا بحيي وبشيد على ايد معتمد، قرايه جيده جدا 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 واداء مقنع. بغض النظر النتيجه والسسبنس اللي حصل في الاخر، لكن الاداء مقنع قوي 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 خلال ال 95 دقيقه لحد ما ضربه الجزاء ورجعنا في الفار والكلام دوت. لكن
الزمالك يقدر لانه مشى المباراه ومعتمد، واللعيبه اللي جوه الملعب مشت المباراه بتغييراتها، حتى وهو بيغير محافظ على نفس الهويه، بل عمل التعديله البسيطه ان بقى بزيرة يشتغل من العمق اكتر ما يشتغل من بره، لان احنا شفنا كلنا ان النهايه من بره بتبقى نهايه مجهده شويه فما بتقدرش. لكن تحيه وجبه بغض النظر عن النتيجه، تحيه وجبه للعيبه وللجهاز الفني اللي قرا واشتغل مباراه جيده جدا لولا الاحداث. وعايز اقول لك على حاجه، زي ما انت بتذكر وزي ما انت دخلت في الانترو، ما نبقاش الزمالك. والحقيقه مش حاجه تيجي طيبه كده، وبعدين الحقيقه مثلا ايه برضه تاني وتالت زي الكابتن اسماعيل، انا مش قادر اشاور على حسام. طب ما هو لو احنا راجعنا سيناريو المباراه كلها في ال 95 94 دقيقه، الراجل شايل ومتمركز كويس وموجود بشكل كويس جدا. فاحنا يا ابراهيم اعتدنا لعيبه ومدربين وجمهور، اعتدنا يعني مش حلوه، مش هتيجي حلوه كده بزيرة يخلصنا وشلنا الكاس من هناك. ربما نتيجه بزيرة ال1-0 نرجع هنا نكعب رجلينا، نعيش في الدور، نقفل الملعب. كل دي سيناريوهات احنا عايزينها، احنا عايزينها ومفيش مشكله وصعبه. بس هي وضع حسام التمركز بتاعه هو فرق طول بينه وبين الفيرود كتير، وانا مش جول كيبر عشان اطلع بركبتي. هي دي بس النقطه اللي انا مضايقاني. انما خطا زي اي خطا ممكن يحصل، مفيش مشكله، ان شاء الله نعوض هنا ويقدر ان هو يجيب لنا المكسب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. لكن 90 دقيقه انا بالنسبه لي ال 100 دقيقه اللي اتلعبوا لحد ما المباراه انتهت، لا انا شايف ان نادي الزمالك مشاها زي ما كان هو عايز. صحيح. كابتن امين، يعني من افضل ماتشات الزمالك في الكونفدراليه السنه دي، تنظيم جوه الملعب بشكل كويس. يمكن كان عندك مشكله في انهاء الهجمات اللي انت وصلت اكتر من مره، لكن الفينش كان عندك مشكله. يمكن انا يا ابراهيم بقى، انا يعني كابتن اسماعيل اتكلم اللي احنا مش عايزين نذبح حسام عبد المجيد وبرده اللي هو شايل الفرقه وكل حاجه، بس في وقت من الاوقات يا ابراهيم في اخطاء بتزعل. يعني انت النهارده على الخبرات اللي انت عندك دي، انت راجل بتلعب بقالك 3 4 سنين في نادي الزمالك ستاندنج، بتلعب في منتخب مصر، وتقولي 193 ليه اطلع يعني انا لو حسام واقف في الملعب يا ابراهيم هياخد الكوره من غير ما ينط. انت فاهمني؟ فالاخطاء دي اللي بتزعل الواحد، لكن هو وارد الخطا في الكوره. لكن انا عايز اقول لك يا ابراهيم، النهارده الكابتن معتمد اتعامل مع الماتش بشكل كويس قوي، لكن انا كنت اتمنى اللي سيف الجزيري كان يبقى ليه دور. ليه؟ اللي سيف الجزيري يا ابراهيم من الفراوده اللي بتحب المساحه والتحولات. انت النهارده اما بتزيرة نزل يا ابراهيم في التحول اللي اتعمل صح عشان عنده سرعات وبيعمل دريبل كويس، جاب جول. ايوه. فانا شايف ان سيف الجزيري يمكن ادم كايد النهارده عنده ميزه اللي هو بيعرف يعمل استحواذ كويس، لكن هو لعيب ما عندوش سرعات او مش بتاع سرعات. فيمكن انت زي ما الكابتن اسماعيل والكابتن اسامه اتكلموا، اللي الزمالك كان بيوصل من عن طريق ما هو سرعاته بيدور فيها على عدي وشيكو بنزا. هو مفيش اسرع من شيكو بنزا. تمام. شيكو بنزا لعيب رجبي تمام. بس عايز اقول لك حاجه يا ابراهيم، مع احترامي لفرقه الجزائر مع الديفنس والبطء اللي هم فيه، انت النهارده لو بتلعب بعدي وبتلعب مثلا بتزيرة من اول الماتش وشيكو بنزا او سيف الجزيري مع السرعات، لا الموضوع كان ممكن يختلف. حاسس ان هو محوش بزيرة ده افضل له. انا بصراحه حاسس كده. لا خلي بالك الدفع بيه في برضه ريسك، انت مش عارف الراجل ده اتصاب ورجع وبتاع، ما انتش يعني انا يتصاب له في اول 15 دقائق يخسره خالص. ده هو طبعا هو اتعامل صح اللي هو راجل كان مصاب، لكن انا بقول لك الزمالك النهارده عشان يا ابراهيم اجيب جون لازم يبقى عندي كثافه في ال18. انت كل الوصول زي ما كابتن اسامه قال كان من على الجناب، لكن العمق على طول فاضي. فما كانش برضه خد بالك برضه الجزيري ماهوش قريب من الملعب، يعني بقى له فتره بعيد. ابراهيم هو ابراهيم بعيد، بس انت بتتكلم برضه لعيب دولي، لعيب عنده خبرات. ما انا بقول العكس، الماتش الجاي انا بقول لك الفرقه بتاعت الجزائر هتيجي تقف لك، مش هيفتح ملعب زي ما كان بيفتح النهارده زي قدام نادي الزمالك، لا هو جايب جون هيجي يقف لك، وانت اللي هتحتاج اللي تلعب على اللعب الضيق والمساحات الضيقه، اللي هو مش هيجي يفتح معاك ملعب وهو كسبان 1-0 هناك، فهيجي يقف لك وهيشتغل هو على التحولات. السيناريو ده بقى دي مشكله. السيناريو اللي هسيب لك بقى الكوره وانت اللي تقعد تجري بقى وتقعد. اللي الزمالك عمله النهارده انا متوقع الفرقه بتاعت الجزائر هتعمله في مباراه العوده، اللي هو هيقف لك ويشتغل على التحولات. اكيد. طيب يعني مع السيناريوهات الغريبه من وجهه نظرك ايه كان العيب في الفينش؟ يعني انت مثلا الراجل شيكو بنزا كان ممكن يخلص لك الماتش من اول 5 دقائق، الكره اللي جات له ديت حطها، بس بدل ما يحطها طيبه وحنينه كده كان حط رجله فيها لازم يحط جامد جول. وادي واحده، والثانيه اللي كانت في الدقيقه 53 اللي هو رقص فيها، والثالثه اللي عملها كله فردي. كله فردي لان عددنا داخل 18 في خلال الشوطين كان 3 لعيبه بس. عدي وبنزا بتوصل كده يا دوب وادم كاي. يمكن الشوط الثاني اتحسنت شويه بزياده عبد الله، لان عبد الله كان بيزيد على استحياء، والطرفين عندنا ما كانوش بيزيدوا.
فانت كنت بتهاجم بثلاثه او ثلاث لعيبه ونص في وسط كثافه دفاعيه 7 أو 8 لعيبه من الجزائر، فما كانش فيه تاثير. انما اعتقد لو احنا كنا طمعنا في بعض فترات المباراه كنت ممكن تحرز. هو الغريب برضو بالنسبه لي لازم نشيد بيه الحقيقه محمد شحاته النهارده. ارقام محمد شحاته واحد من افضل لعيبه نادي الزمالك بالمناسبه. اسهاماته الدفاعيه 12 قدام حضراتكم على الشاشه. تدخلاته اللي فاز بيها 3 من 6. الاعتراضات 2. الابعادات 2. التسديدات المحجوبه 2. استرداد الكره 3. الثنائيات الارضيه 9 فاز ب7. الثنائيات الهوائيه 1 بس. اخطاء 2 ومحدش تخطاها بالمراوغه. دي ارقام محمد شحاته اللي هو بيلعب في ظروف كتر خيره بصراحه. الله يكون في عونه. ظروف صعبه ما حدش يعني يحب ان هو يلعب فيها الحقيقه. بس ده كان بيدل على شيء، يدل على انه لعيب راجل ومتحمل المسؤوليه. وتاني وتالت ورابع انا الحقيقه مش فاهم فكره المزايده على الراجل. بتزايدوا عليه في ايه؟ ولا الناس بتنتقده في ايه؟ ولا الناس بتتكلم في ايه؟ احنا ليه بنفسد دايما الحاجات اللي ممكن نشوفها بوجهة نظر انه فيها تحمل مسؤولية وفيها قدرة ما على انه هو يقف مع فرقته مع نادي الزمالك، خاصة في ظل نقص عددي. هو مش مجبر على الاختيار ده، وفي ناس ممكن كانت تختار اختيار تاني، لكنه في الاول وفي الاخر يحيى ويشكر على ده بلا اي مزايدات، لان ما حدش هيزايد على واحد في وفاة والده يعني. والحقيقة انا بشوف انه فكرة انه لعيبة نادي الزمالك تديله شرط الكابتنة ده برضو دعم نفسي ومعنوي مهم جدا جدا يعني. بسألك على شحاتة يا كابتن. لا شحاتة طبعا يعني بنعزيه وطبعا في وفاة والده فعلا من اللعيبه الرجاله. وانا حتى قريت خبر يعني ان هو كان حتى لو فكر يرجع يا تيجانا مش هيلحق. ودي امور بديهيه جدا زي ما انت قلت يا ابراهيم. مفيش داعي فيها للمزايده. راجل تحمل مسؤوليه. تتفرج على اداؤه لا يعني مش بتاثر. انت فاهمني ازاي؟ وده المعدن. انت فاهمني ازاي؟ ودي الظروف اللي بتخلق فعلا معادن لعيبه فعلا تتحمل مسؤوليه وتبقى انت فخور بيها ان هي بتلعب في ناديك وفخور بيها ان هي بتلعب في منتخب بلدك. فبنشكره كل التحيه. وانت زي ما انت قلت ان ارقامه انا كاتب بالفعل فعلا ان هو من اميز اللعيبه اللي ادت النهارده. صحيح. تمركزات كلها موجوده، حافظ على الحته اللي قدام السردباكات بشكل كويس جدا، عنده رؤيه بشكل محترم خلال ال 100 دقيقه حتى اللي اتلعبوا. فلعيب من اللعيبه اللي ادوا بشكل رائع النهارده ويستاهل. حتى يعني لو انت عارف دي لو فيها راجل مباراه زي عندنا في الدوري لا شحاته يطلع بالارقام وبشكله اللي اداه في الملعب يطلع من رجاله المباراه. واحنا بالنسبه لنا بنشد عليه وبنشد على ايده. وزي ما قلت لك احنا بنشد عليهم كلهم وعلى ايديهم كلهم. لا ان المباراه اتلعبت. المباراه هنا ان شاء الله صعبه وفي نفس الوقت سهله بالتزامهم وتركيزهم اللي هم كانوا عليه. هنا احنا برضو بنتكلم على فكره ان الكابتن معتمد جمال لعب بطريقه لعب مش معتادين عليها اللي هي 4 2 1 صح كده؟ 4 2 1 4 3 1 2 4 3 1 1 4 3 1 2. الواحد هو ادم كايد و شيكو بنزا وعدي الدباغ. هو ذكاء يعني من ضمن الحاجات الحلوه اللي تطمنك ان في لعيبه تقدر تنفذ الفكره. خد بالك ان انت لما تيجي تراجع كده الماتشات اللي فاتت في الدوري قدام حضرتك 4 3 1 2 بالظبط كده. كان فيها اول 10 دقائق كان شيكو بنزا او اول ربع ساعه هو اللي عامل المشكله. هو مش فاهم هو هيجي منين. انت المفروض انت دايما شغال من بره وده اصلا مكانك الطبيعي. فدايما بقى كان يخش اللي هو يخش فيرو الثاني يبقوا الاثنين قدام ادم كايد. لكن اللي جوه شيكو بنزا لما استوعبوا فتحوا الاثنين على الخط وبقى ادم كايد هو اللي بيضغط على رقم 6 اللي هو دايما رقم 6 ده اللي بيرجع ياخد ما بين السردباكين عشان ينظم اللعب. فكنا احنا قافلين على رقم 6 بشكل كويس جدا. تلاقي دايما الكوره بقت تتلعب طويله لان 6 ده هو اللي بينظم اللعب بيشتغل. ما بقاش يستلم ويقلب وشه عشان يلعب على تمانيات او يلعب على هافات. فدايما الكوره بقت طويله وبقت احنا دايما بناخد الكوره الطويله دي بشكل مميز جدا. فتاني وثالث ورابع تكتيكيا خد بالك ان احنا هنا الطريقه دي هتتغير خالص طبعا. يعني بالشكل دوت احنا ممكن تلاقي تلعب هنا عادي جدا 4 2 3 1. يعني هنا تقدر بالشكل اللي احنا نهينا بيه تيجانا وامير معانا ممكن نغير شكلنا. ممكن نبقى باثنين في نص الملعب واحد وبزيرا يشتغل من على جنب والشيكو بنزا ده يشتغل من على جنب ونختار ما بين ناصر منسي او عدي الدباغ او ناصر منسي الفيرود الصريح. الطريقه هنا هتتغير مش الطريقه دي اللي احنا هنلعب بيها. عدي قصدي وشيكو بنزا ناحيه شمال وبزيرا. ممكن اتخيل كثافتنا
عشان دايما احنا عايزين نصطاد من ال 18 بدل ما كنا بنبذل جهد من بره، لا هيبقى عندنا واحد اللي هو عدي ده يبذل جهد في ال 18 والاثنين يشتغلوا من بره كتير والوصول يبقى كويس. بيتهيألي ماتش العوده مش محتاج شيكوبانزا يعني، مش هو. انت محتاج لعيبه عندها مهاره اكتر. ليه؟ اللي انت زي ما بقول لك احتمال كبير ما بيبقاش فيه مساحات. ايوه. فانت محتاج اللعيب اللي عنده عنصر مهاري. الكابتن اسامه بيتكلم على طريقه، انا في اعتقادي يا ابراهيم او بعد ما فرجتي فرقه اتحاد العاصمه، الزمالك لازم يبقى عنده كثافه في ال 18 وفي بعض الاوقات لازم تلعب باثنين فلوته. اللي خلي بالك برضو انت لازم تعتمد على الكور العرضيه اللي هم عندهم مشاكل في التمركزات الدفاعيه. صحيح. وانت عندك عدي بيلعب براسه كويس. بس خلي بالك وناصر الماتش ده يا ابراهيم لازم ما يبقاش فيه استعجال. هتنزل مستعجل ومشدود وبتاع ممكن الدنيا تعقرب معاك. لازم يبقى فيه هدوء في الماتش ده وما تستعجلش على الجون. بس في فرق دايما ما بين الاستعجال والسرعه. انا عايز ابقى السرعه موجوده، انا عايز ابقى سريع، عايز ابقى ضغطي عالي، لازم الريتم والضغط والحاجات دي، لكن مش عايز ابقى مستعجل في القرار. بالظبط. عشان لو استعجلت قرارك هيبقى غلط. فانا شايف ان الزمالك لازم يبقى فيه هدوء هنا. خلي بالك زي ما كابتن اسماعيل اتكلم في ماتش بركانه، احنا قعدنا الشوط الاولاني كان 0-0 وما حصلش استعجال، ربنا كرمنا الشوط الثاني جبنا جول وكسبنا ضربات جزاء. هتنزل مستعجل وبتاع هيبقى عندك قراراتك هتبقى غلط. فمحتاج يبقى عندك هدوء، لكن زي ما انت بتقول يبقى في الريتم عالي، في ضغط، في كل حاجه. عايز تقول حاجه يا كابتن؟ حاجه مهمه جدا. احنا في وسط العركه دي تجانا نسينا ان احنا بنتائج خسرناه. انا لسه هسالك هو على يعني معناها احنا كان عندنا مشاكل في حجم الوصول من بره. زي ما امير بيقول لك ان احنا عايزين في التوقيت ده في المباراه دي عايزين كثافه هجوميه داخل ال 18. فاحنا بنتكلم في ان لازم الوصول من بره ما يبقاش محمد اسماعيل. لو عمر جابر ان شاء الله بقى سليم فيبقى حجم الوصول من عند عمر وحجم الوصول من عند فتوح اللي كده كده هتلعبه هنا. فانت عندك مشاكل بالظبط كده. فانت الكثافه الهجوميه اللي ما كانتش موجوده النهارده من خلال الاطراف اللي بره دي اللي احنا ما شفناهاش. يعني احنا لما شفنا محمد اسماعيل راح عمل ميس باس ورجع في الثلث الاخير. فانت محتاج اللي هيشتغل من هنا زي ما قلت لك من وجهه نظري متواضعه، لو اشتغلنا على 4-2-3-1 يبقى حتى اطرد في الهيصه بنتائج بالظبط كده. فانت خسرت واحد. المباراه اللي جايه يا اسامه مش هتخلص من الاطراف، هتخلص من العمق. هتخلص بقى يا كابتن اسماعيل برضه. ما هو انت برضه محتاج تنوع من انت مش عارف الماتش عامل ازاي، خاصه كمان انت لما فرقه هتقف لك وتعمل زحمه حوالين منطقه الجزاء، انت محتاج العرضيات دي، محتاج الفرقه دي هتنوع. لكن في قلب الملعب عندهم ضعفه جدا. يعني اتكتر من لعيبه الكوره في جوه الملعب يا اسامه. اعتقد ان ادم يلعب، بزيرة لازم يلعب طبعا. يبدا لازم يبدا. مفيش حل عندنا، مفيش حل ان انت لازم يبقى في مغامره، يبدا في مغامره. لان النهارده اللي حصل الشوط الاولاني انت بتلعب باثنين. عشان اسف بس احنا بنتكلم على مغامره في نهائي كونفدراليه، ما اعتقدش ان هيتحملها حد. انت لازم تجيب جون ولازم تجيب الثاني، ولو ما جبتش الجونين لازم تجيب الجون. انت فاهمني ازاي؟ فالمغامره جايه الجون هيجي في وقته تاني برضه. عشان انا هقول لك احنا ممكن نكون بنتكلم وكلكم كباتن كبار واتحطيتوا في مواقف صعبه كتير وعندكم تجارب كتير. فبتتكلم ان الماتش ده مش انعكاسه بس كونفدراليه، انا فديله ماتش تاني دوري. فانا هتعامل معاه ازاي؟ هل انا بجازف لحد انهي حته؟ هخاطر لحد انهي؟ هيقسم المجازفه، مش هيبدا مجازفه من اول دقيقه. لازم في وقت، لازم معتمد هيجازف فيه في المباراه اللي جايه. هيفضل ماشي بالجيم قافل، ان شاء الله ما يجيش فينا حاجه ويقدر ان هو يخطف هدف. لا انا بتكلم على بزيرة اللي احنا ما احناش عارفين هو سليم ولا نص سليم ولا هو ربع سليم. الاسبرنت اللي عمله النهارده في الجون ده يقدر يلعب. ما فيش حد مصاب يعني اصابه جامده يقدر يعمل الاسبرنت. مفيش حد عندك، مفيش دكه بقى. انت مفيش دكه، انت كتر خير التغييرات النهارده. المهاره قليله في العناصر اللي موجوده على الدكه. صحيح. المهاره موجوده عند بزيرة، ولما شفناه في المشوار الوحيد اللي عمله وجابها جون. فالمهاره موجوده عند بزيرة، المهاره الباس موجوده عند عبد الله والكواليتي الباس، المهاره عند ادم كايد، السرعه عند شيكوبانزا. الفرقه دي هتيجي تلعبك زي ما امير بيقول لك. ما ينفعش شيكوبانزا ناخد منه السرعه. ما هو بقى المشكله ان الفرقه دي هتيجي تلعبك، هتلعبك ما بين اللو بلوك والميديم بلوك. ايوه اللو بلوك والميديم بلوك مفيش مساحات. يعني معناها ان شيكوبانزا هيبقى عنده مشاكل في المساحات. هو ده اللي انا بقول لك. عشان كده بحس واحنا ما عندناش مساحات. واحنا ما عندناش المهاره. يعني يبقى الماتش دوت دايما محتاج 2-3 بزيرة. طب هنجيبهم منين يا اسامه؟ ما هي دي، عشان كده هو هيجيب من على الدكه منين؟ الحلول بتبقى فيها صعوبه شويه، لكن
احنا نقدر، لا نقدر. تكتيكيا وفنيا وذهنيا نقدر. هو في نقطه الكابتن اسماعيل اتكلم فيها يا ابراهيم، انت لو هتشتغل من عمق الملعب، انا بقى المجازفه اللي بقول لك عليها ايه، اللي انا الطبيعي النهارده بلعب بشحاته مثلا 6، ممكن العب بعبد الله السعيد وادم كايد 2-8. ليه؟ اللي الاثنين عندهم كوره يقدر يوصلك. دي ممكن يبقى انت الطبيعي بتلعب مثلا ب2-8، واحد مثلا هجومي واحد بيدافع شويه.